أهلا بيكم يا شباب. احنا برضو لسه بنتكلم على الأحداث الجارية الحالية ودورنا في المساندة لقضيتنا. احنا عايزين نفهم أو نعرف في الفيديو ده مفهوم المقاطعة بالفكر الأمريكاني. أوكي، تعالى نبص الأمريكان بيفكروا إزاي، وده حاجات حقيقية وده حصلت في الفترات اللي فاتت. إيه هي بقى؟ أول حاجة إحنا هناخد الجزء مثلا إيران. في حاجة اسمها في أمريكا مكان مسمى المقاطعة، حاجة اسمها إيه؟ العقوبات الذكية. حاجة اسمها العقوبات الذكية. دي بيحاولوا يحطوا بنود كده معينة لإعاقة اقتصاد الدولة، بحيث إن الشعب اللي جوه الدولة دي يبقى في ضغط عليه يثور على المكان اللي هو موجود فيه. أمريكا بتعمل المقاطعات دي في الأول، أو العقوبات الذكية دي في الأول على الدول. طب نبص شوف إيران بتعمل عليها عقوبات في بيع ال- البترول. بس تعالى من ورا. طبعا عشان انا كايران ما عنديش قدره على ان انا ابيع ال ال البترول في شكل رسمي، فانا بضطر ابيعه في سوق السوداء. سوق السوداء معناها في مخاطر وفي منع كمان موجود دولي، فانت بتبيعه بمبالغ زهيده ضعيفه. مين اللي بيشتري منهم؟ الامريكان. طيب، تعال نبص روسيا. آه، أمريكا لما حصل البلقان وقصة البلقان، وبعد كده الغزو الأولاني لأوكرانيا، عملت إيه؟ أمريكا عملت عقوبات ذكية برضو على روسيا، وطلبت من أوروبا والعالم إن هم يتبعوا الحاجات ديت. آه، منعت حاجات كتير جدا ان اوروبا والعالم كله ان هو يستوردها من الصناعات الروسيه، بحيث تضغط على الصناعه الروسيه. بعديها اكتشفت امريكا ان في اجزاء كتيره جدا، يعني مثلا بنتكلم في مواتير وبعض قطع الغيار اللي موجوده اللي بتستخدم في الصناعات الامريكيه في الطيران وفي شركات البترول، معتمد اعتماد كبير جدا على المنتجات الروسيه. فطبعا ده كانت في ازمه كبيره جدا في امريكا. بقى عند التجديد طلبت من الاوروبيين يجددوا العقوبات. الاوروبيين راحوا موافقين ومجددين العقوبات زي ما هي، وزودوا كمان عليها يعني من عندهم حبه. جم الامريكان راحوا عاملين عقوبات خاصه بيهم، و... وشالوا منها المنتجات اللي هم محتاجينها، اللي بتؤثر على الاقتصاد بتاعهم. لما كشفوا الاوروبيين كده قالوا لهم ازاي بتعملوا كده؟ يعني انتوا خليتونا في حاجات بتأثر علينا احنا، بنعاقب روسيا، وبعدين انت شغال على اقتصادك. تمام. آه، في الحرب الأوكرانية الأخيرة عملوا ايه؟ طلبوا من الأوروبيين ما تستخدموش الغاز بتاع روسيا، واحنا هنديكم الغاز بتاعنا. لما جم يدوهم الغاز، طبعا الاوروبيين هاجوا وعملوا وقطعوا الروس. لما جم ياخدوا من الامريكان باعوا لهم ب 50 ضعف الثمن. 50 ضعف. فالاوروبيين استغربوا، ازاي انت بتعمل فينا كده؟ يعني انت بتعمل فينا كده ازاي؟ يعني احنا بنساعدك وانت بتعمل فينا كده. يعني دي العقوبات. الامريكيه بيشوف ايه اللي يفيده، مش فارقه معاه حاجه تانيه. أمريكا أول ما دخل حصلت الحرب في أوكرانيا، في رجال أعمال جوه روسيا وطنيين، وفي رجال أعمال يعني ربنا يهديهم. اللي حاصل إيه؟ رجال الأعمال اللي هم التانيين دول، اللي هم تابعين لأمريكا، عملاء جوه روسيا، اوريدي معظم فلوسهم بره روسيا، وكل ممتلكاتهم بره روسيا. يعني بياخدوا كل الفلوس طلعوا بره روسيا. من ضمنهم رجل اعمال كان مالك لي او واخد الفرانشايزنج بتاع ماكدونالد. اوكي، ماكدونالد. حاجه يعمل ايه؟ اول حاجه في العقوبات، راح جاي الراجل ده، راح جاي لاغي الشركه بتاعته، وراح جاي هربان بره روسيا، بكل طبعا فلوسه وحاططها بره. تمام. هو ليه عملوا ليه ماكدونالد؟ ليه ماكدونالد؟ عايز اقول حاجه. لان استثمارات ماكدونالد كبيره جدا. يعني مثلا احنا بنتكلم مثلا في، نفترض مثلا احنا بنتكلم في بيبقى في الافات من الستورز مفتوحه، بيشتغل فيها عدد كبير من العماله.
فجأة أنت مثلًا بتتكلم في 10,000 والّا 20,000 والّا 100,000 عامل، باتكلم في روسيا شغالين في القطاع ده، طبعًا لهم أسرتهم، يعني إحنا بنتكلم في 3 يعني 100,000 في 3 مثلًا أسرة، يبقى إحنا بنتكلم في 400 يعني نُص مليون، نُص مليون مرّة واحدة فقدوا الدخل بتاعهم. طبعًا ده ضغط كبير جدًا على اقتصاد أي دولة، يعني نُص مليون شخص بيبقى في مشكلة كبيرة جدًا عنده. طبعًا بالتبعية بيختاروا الحاجات اللي فيها عمالة كبيرة. وده الفكرة اللي أنا عايز أوضّحها لكم، عشان تعمل ضغط على الدولة دي ومشكلة فيها. المهم آآ مشي، عمل إيه ال طبعًا وخد فلوسه. أمريكا ما كانش في فلوس، بوتين كان مش حاطط فلوسه برّه روسيا، هم دول رجال الأعمال دول الخونة دول اللي كانوا حاطينها برّه روسيا. أمريكا عشان تبيّن بس الرأي العام إنها بتضغط على روسيا وبتاع، راحت مصادرة الفلوس بتاعتهم. حتى طلع بوتين قعد يضحك كده في خطاب قال لهم: أنتم لو كنتم رجال أعمال شرفاء كنتم حطيتوا فلوسكم جوّه روسيا كنت أنا حاميتها لكم، لكن أنتم حطيتوها برّه وأدي رب عملكم ضحك عليكم وخدها، وخد ممتلكاتكم. الأمريكان ما بيحاربوش حد إلا بفلوسه، هم ما عندهمش فلوس إنه يحاربوا حد. فدي الفكرة اللي بنتكلم عليها ال اللي موجودة. أنا عايز أوضّح لك بس التفكير بيتكلموا إيه ويعني إيه وليه اشمعنى قطاعات معيّنة هو بيهِت عليها وبيهجم عليها، هي قطاعات كثيفة العمالة. طب أنا ما ينفعش أعمل كده في بلدي، ما ينفعش، ما ينفعش. حاجة معمولة جوّه بلدي، ده محل جوّه بلدي، عمالة جوّه بلدي، ناس بتشتغل جوّه بلدي، ما فيش يعني مهما حصل أنا لقيت في شوية كده بعض الأماكن بتقول لك تعالوا واشتغلوا عندنا، هو حجمه فاتح محل والّا 2 وبيقول لك أنا تعالَ اشتغلوا عندي. هو دول فاتحين آلافات هتاخد كام واحد؟ مش هينفع. لا يا جماعة، د أولًا دول في منتجات مصرية بيشتغلوا عليها، مصانع مصرية موجودة، أنت مش خايف في مصانع مصرية موجودة، وهنتكلم على القصة دي إن شاء الله، وهنعمل حلقات زي ما قُلت لكم جوّه الشركات دي ومع أصحاب الشركات دي، وهنشوف حضرتك آآ الفكرة عاملة إزاي. انتظرونا في الفيديوهات القادمة هتبقى أكتر، ولازم تدعم بلدك، اللي صُنع في مصر تدعمه، اللي مكتوب عليه صُنع في دولة مساندة، هو ده اللي تقاطعه. لازم نكون واعيين لأهمية، لازم تدعم بلدك، تقويها. شكرًا يا شباب، وأرجو إن حضراتكم تكون وصلتكم الرسالة. شكرًا جزيلًا.